في ليلة من الليالي كان في راجل عجوز كان واقف مستني آخر حافلة بتيجي الساعة 12 بالظبط. كانت بتيجي في منتصف الليل، وكان بيتكلم مع شخص تاني في نفس المحطة، وكان شاب باين عليه انه هادي وكان مستني نفس الحافلة مع الراجل العجوز. بعد كده وصلت الحافلة واللي كانت رقمها 375، او بيقولوا عليها برضو حافلة منتصف الليل، وركبوا الاتنين وقعد الراجل العجوز قريب من مقدمة الحافلة، والشاب قعد في الصفوف الخلفية، وما كانش فيه حد راكب غيرهم الاتنين، والسواق وواحدة بتقطع التذاكر للناس. بعد فترة شاف السواق ظلين على الطريق، وقف لهم، ولما فتحت الأبواب ركب 3 أشخاص. كان في شخص منهم تعبان والاتنين شايلينه من كتفه، بس وشه ما كانش باين قوي ليه، والجو كان هادي وكئيب جوه الحافلة. بعدها بفترة صغيرة الراجل العجوز فضل يتخانق مع الشاب اللي ركب معاه في البداية بحجة انه سرق محفظته، وصوتهم بقى عالي جدا لحد ما السواق اجبر الاتنين انهم ينزلوا من الحافلة. وفعلا ده اللي حصل، الاتنين نزلوا، ولما الحافلة مشيت شكر الراجل العجوز الشاب، وطلع ان كل دي تمثيلية علشان ينزلوا من الحافلة. طب ليه عملوا كده وايه اللي حصل؟ الراجل العجوز لاحظ ان ال3 اشخاص اللي ركبوا بعد كده ما كانش ليهم رجلين، كانوا كأنهم طايرين في الهوا كده، وده طبعا اللي رعب الراجل العجوز وخلاه يفتعل المشكلة علشان ينزل هو والشاب من الحافلة خالص. وبعدها راحوا لأقرب مركز شرطة عشان يبلغوا عن الموضوع، بس للأسف مفيش حد صدقهم أبدا. في اليوم اللي بعده شركة الحافلات أصدرت بيان بيقول إن امبارح اختفت الحافلة الأخيرة رقم 375 مع السواق والست اللي بتقطع التذاكر. بعدها الشرطة دورت على الراجل العجوز والشاب وعرفوا يلاقوهم ويعرفوا منهم أكتر عن إيه اللي حصل في الليلة دي، وقنوات الأخبار بدأت تستضيفهم علشان يحكوا عن اللي حصل. تالت يوم الشرطة قالت إن الحافلة رقم 375 المفقودة لقوها غرقانة في نهر من الأنهار على بعد حوالي 100 كيلو متر من المكان اللي كان المفروض توصله في مقاطعة شيانج شان. لقوا جوه الحافلة 3 جثث متحللة، وبدأ الكلام يكتر حوالين الواقعة اللي حصلت. ففي اللي قال ان الحافلة ما كانش فيها بنزين زيادة علشان تكمل الطريق بتاعها، في حين ان الشرطة لقت خزان البنزين مليان بدم بدل من البنزين. والجثث اللي لقوها كانت متحللة بسرعة وبشكل سيء جدا، مع انهم ماتوا قبلها ب48 ساعة بس. والشرطة فحصت الكاميرات اللي على الطريق لكنها ملقتش اي حاجة غريبة حصلت قبل الحادثة. في النهاية بيتقال ان في يوم 14 نوفمبر من كل سنة بتظهر الحافلة دي للناس، وفي ناس كتير قالوا انهم بيشوفوها وبيشوفوا ركابها اللي عددهم 5 ركاب، وبتختفي مرة واحدة. وفي بعض الناس بيقولوا ان الحكاية مجرد اسطورة مشهورة في الصين، وده لان كل حد بيحكيها بشكل مختلف عن التاني، بس الحقيقة ان الحادثة نفسها مرتبطة بحدث خارق للطبيعة، ومحدش عارف لحد دلوقتي ايه اللي حصل وخلى الحافلة تعمل حادثة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.